عاملين يا جدعان؟ اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم السولو وانا رجعت تاني اشتغل مرسوم. ومعايا اول اوردر النهارده الجمعه، والاوردر العميله قالت لي ان هو حاجات خفيفه خالص، وزي ما انتم شايفين بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي ربنا يبارك. بس هو عشان حاجات طالعه على وجه الله فانا ما اقدرش اتكلم، وجيت لها بصراحه من اخر الدنيا، فربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسناتنا. طب يا سولو، انت ايه اللي رجعك مرسول؟ والله يا زميلي فضول، وفي نفس الوقت يعني محدش بيحب يقول الرزق لا، انت فاهم. فالاوردر ده انا اخدته من الابراهيميه عشان برضه تبقوا عارفين، رايح لحد محرم بيه ب 70 جنيه. حد هيقول لي يا سولو طب ما تقول لنا الفلوس كده زي العيال الدليفريه ما بتعمل الشغله ديت. اقول لك يا زميلي ما انا خدتهم انستا باي. شغلانه الدليفري اتطورت خلاص، التبس والفلوس هتبقى تاخدها على كده انستا باي بقى، مثلا فودافون كاش. فبس صباحكم رزق. مرسول لسه شغاله، بس المشكله ان هي النسبه بقت عاليه شويه، فلو حد بيفكر يشتغلها هم علوا النسبه. فهجربها معاكم، وهجرب اندرايف، هجرب كذا حاجه. فلو حد عايز يعرف في اي ابلكيشن معين نظام الشغل فيه ازاي، او نجرب نشتغله، يكتب لي تحت في الكومنتات، ويلا بينا ندوس. تم توصيل الاوردر بنجاح يا رجاله. وبعدين ما لقيتش بقى في مرسول اوردرات تانية، عشان خاطر عليا مديونيه. انت عارف في مرسول لما المديونيه بتعدي 100 جنيه بيقفلوا الحساب، وانا مش فاكر بصراحه كانت بتسد ازاي. ففتحت اندرايف، فالمفروض دلوقتي انا واقف مستني عميل هيجيلي، اخده من هنا من عند صيدليه عرفان، وهوديه على البحر عند سوتر، والحساب 26 جنيه بالظبط. فهوصله واقول لكم الدنيا بتقول ايه. ولو انت عايز المشاهد لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي، اعمل لايك، عشان انا بصراحه متفرط في الشمس عشان اعمل لك محتوى يفيدك. فاعمل لايك ويلا نكمل رحلتنا. طبعا يا جدعان ده كان تاني اوردر. وصلت الراجل واعطاني حسابي 26 جنيه بالظبط، وبرده حولهم لي انستا باي. مش عارف النهارده الناس ايه حكايتها بالظبط مع انستا باي. يعني مرسول خدت الحساب انستا باي واندرايف خدت الحساب انستا باي، اللي هو فودافون كاش، يعني عشان ما عنديش انستا باي. فمهم الساعه دلوقتي بالظبط الساعه 3 و5، وانا بادئ الحوار ده 2 و10، يعني ساعه الا 5 دقايق عملت فيها 100 جنيه. من التانية حوالي 70، ومن دوت 26، يعني قول بالظبط 96 جنيه. فالناس اللي بتسألني هل يا سولو انا لو اشتغلت ساعتين 3 في اليوم بالمكنة او السكوتر اقدر اعمل مبلغ غير من اللي انا شايفه حاليا؟ انت لو اشتغلت ساعتين 3 ممكن تعمل لك 200 300 جنيه، من غير بالتبس بقى وكده، فاهم؟ حسب رزقك برضو، حسب الشغل. ان انا في لحظات كنت واقف فيها ما كانش في شغل خالص، انت فاهم، وهي في الاول وفي الاخر ارزاق. فربنا يوسع علينا وعليكم جميعا. ولو عندك اي سؤال عن الشغل الدليفري ومرسول والحاجات ديت، تقدر تكتب لي في كومنت وهرد عليك بفيديو. بس انا مش عارف بقى الحوار دوت مستمر، يعني انت هتنزل على طول هتشتغل على طول، ولا بيبقى حسب ايه الايام؟ ان انا النهارده نازل الجمعه، فالجمعه الدنيا زحمه، ونازل بالنهار فالناس كلها بتبقى صاحيه، عكس مثلا اي يوم تاني بالليل، وده بيبقى مختلف من وقت لوقت، الساعه لساعه وهكذا، فاهم؟ فانت اسعى وتوكل على الله، وتاكد ان رزقك على الله. النهارده الحمد لله ربنا كرمني باوردرين ب 100 جنيه في اقل من ساعه، فاهم؟ يعني ساعتين 3 ممكن تعمل لك 300 400 جنيه. طب يا زميلي كنت تضايقها شويه عشان اعرف اخش، بس عشان انا كده حاسسها واسعه قوي. ايه يا عم؟ آه. ورجعنا لكم تاني يا جدعان بعد ما خلصنا يوم الشغل. انا مش هقدر اقول عليه يوم شغل قوي، لان احنا ما اشتغلناش غير ساعه واحده. انا حبيت اوريكم ايه اللي ممكن تعمله في ساعه واحده. احنا جربنا نشتغل مرسول، وجربنا نشتغل اندرايف. تعال بقى اشرح لكم الفرق بين الاثنين من وجهه نظري. يعني الحمد لله ان هم جم مع بعض في نفس اليوم، وما عملتش اصلا غير اوردر من دوت اوردر من دوت. بالنسبه للمرسول، حلاوته ان انت الفلوس بتاعته حلو، يعني الطلعه بتاعته بصراحه كانت مرضيه. انا عملت اوردر من بحري لحد الابراهيميه، وخدت اوردر من الابراهيميه واديته لحد المحرم بيه. الفلوس بتاعته حلوه، بس المشكله ان النسبه بتاعت مرسول عاليه، وفي نفس الوقت المشوار بهدله، بمعنى ان انت خدت كيستين تقال جدا، والعميل انت بتبقى مش عارف هو انت هتاخد ايه بالظبط منه، او حجم الحاجه ايه، ان هو بيبقى مش موضح، فاهم؟ وبنفس السعر. بالنسبه للاندرايف كانت الوضع بقى كان اسوأ شويه، لان انت رايح تاخد حد انت مش عارف وزنه بقى. يعني الكيستين على الاقل حطيتهم في الجدون واتعاملت، انما الراجل اللي جه ركب في اندرايف وزنه كان تقيل جدا جدا، لدرجه ان انا ما كنتش قادر اطلع بالمكنه اصلا، انت فاهم؟ خصوصا ان انا راكب مكنه في ال ار مساعد واحد، فدي مش احسن حاجه في تحميل الاوزان، وخصوصا لما تكونش انت عارف اصلا الاوزان هتركب وراك عامله ازاي. الراجل اصلا هو بيركب ورايا بيشعلق فيا كده، انت فاهم اللي هو يا عم احرق. فاهم؟ بس فاندرايف حلاوتها ان انت مش هتنزل على المكنه، هتفضل قاعد على المكنه، فمش هتسيبها وتطلع تاخد اكياس وتنزل بيها وتروح تطلعها في عماره تانية، انت في الشارع، فخوفك على المكنه مش هيبقى زي ما تطلع وتنزل، فاهم؟ بس المشكله ان انت بتركب وراك ناس، وبعدين بتاخد بيهم مطبات، ومش عارف تجري، والمكنه مكتومه والقصه دي كلها، فالحاجات دي كلها بتخنقك. يعني انا مثلا
رحت مشوار بالراجل اللي ورايا من محرم بيه لحد البحر، اتخنقت اكتر من لما رحت لحد اخر الدنيا عشان الاوردر مرسول، لان انا كنت لوحدي على المكنه. فانا لوحدي على المكنه ببقى خفيف وطاير رايح جاي والدنيا حلوه. بس لما اكون وزن ورايا وبتحرك بيه في مطبات وفي شوارع كمان مش عارفها، الوضع بيبقى رخم اكتر. فاللي اقدر اقوله لك ان انت جرب ده وجرب ده، فاهم؟ برضه زي ما قلت لك، حته الرزق او الفلوس دي مش بتبقى عامل حسابها. يعني انا مثلا وانا طالع النهارده مش عامل حسابي ان انا عامل 100 جنيه، انا عامل يعتبر 100 جنيه في ساعه واحده، فاهم؟ فممكن الساعه التانية اعمل 200، ممكن ما اعملش خالص. ده ميزه الشغل الحر، ان انت بتبقى نازل شغال على باب الله. فطول ما انت رزقك على الله، تاكد ان شاء الله ان ربنا يرزقك. وما تنساش لو عايز تستفيد وتشوف كل جديد، يبقى لازم تعمل فولو اخوك السولو. ولو عايزين نشوف فيديوهات اكتر من ديت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات حابين نجرب شغل ايه تاني، وعايزين نشتغلوا مدة ساعات قد ايه. احنا ممكن نجرب بعد كده مثلا مرسول ساعات اكتر. بس اللي منعني النهارده من ان انا اكمل حته ان عليا مديونيه، ان الحساب زي ما انتوا عارفين انا بقالي مده كبيره ما اشتغلتش مرسول. فيا دوب انا كان فاضل لي اوردر واحد والحساب يتقفل، هو الاوردر اللي انا عملته النهارده دوت، فعملته وبعد كده بقى عليا 107 جنيه لازم يتدفعوا. بالنسبه للاندرايف، هم عاطينك ليميت شويه اعلى من مرسول. وحلاوته كمان ان انت الاوردرات كتير، يعني انت بتحرق شغل اكتر من مرسول. بس مرسول الطلعه الواحده بتجازي، فاهم؟ اي نعم بياخدوا يعني تيبس كتير او بياخدوا نسبه عاليه، بس الطلعه معاهم بتجازي، فاهم؟ بس جمعة مبارك عليكم، وربنا يرزقنا جميعا. وانا مبسوط اصلا ان انا مصور الفيديو النهارده وهينزل ان شاء الله النهارده. دي حاجه انا اللي عارفني عارف ان انا مش بعمل كده في العادي، يعني انا اصلا الفيديو بصوره وبنزله بعد سنه، فاهم؟ فان شاء الله الفيديو ده هيتصور وينزل كمان شويه. فعايزكم بقى تخربوا الدنيا لايكات وتروقوا عليا وكده بقى. يلا، السلام عليكم.